والصلاة والسلام على خير خلق الله. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد. هنتكلم النهاردة عن أسباب ومسببات ربنا سبحانه وتعالى كتبها لنا وقال لنا عليها لما نعملها هنلاقي الرزق الواسع وهنلاقي الكرم وهنلاقي الرحمة من ربنا سبحانه وتعالى. أول حاجة هي إتقان العمل، والعمل أن يكون في إتقان وإخلاص. مفيش عامل أو موظف يعمل في مكان إلا وأنجز عمله وأخلص فيه إلا وكرم ربنا سبحانه وتعالى عاجلا أم آجلا. ويكون هذا السبب أيضا يودينا لحتة الصبر على المراحل التي يمر بها الإنسان، زائد الفهم الجيد لطبيعة المراحل. فالحكمة تأتي من فهم مراحل الإنسان، والرزق ينبع من إخلاص الشخص في تقديم خدمة لأخوه المسلم. لا مش بس كده، كمان نقدم خدمة لصاحبه في الشغل، يقدم خدمة لزميله اللي جاي جديد يشتغل معاه في المكان. كل دي مبادئ وقيم تفيد الإنسان وتحطه في إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويوسع رزقه، لأنه هو ساعد فربنا ساعده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إن الله يساعد الذين يساعدون أنفسهم. والتغيير دايما بيجي لما أنت الأول تتغير، تبقى قلبك صافي، تحب الخير لغيرك، هتلاقي الرزق جايلك وهتلاقي الرزق بيدور عليك. كم مرة تبقى أنت قاعد في بيتك تلاقي واحد صاحبك كلمك قالك ده أنا في الشغلانة الفلانية تعال اشتغل، ولا واحد صاحبك كلمك قالك ده في مصلحة فلانية وانت اللي هتعرف تقضيها، وممكن انت ما تكونش متميز فيها. هذا هو رحمة الله بالإنسان. كل ده بيضع الإنسان عند نقطة، ألا وهي أن يشكر النعمة ولا يجحد بها، وأن يتقي الله ويعمل بإخلاص. السلام عليكم.